السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى كده بقى عشان اقول لكم السردين اللي احنا خليناه مع بعض، اللي هو السهلية اللي انا كنت جايباه عشان اقليه، وقلت لكم انا مش هقليه وهعمله سردين. تعالوا كده بقى شوفوا جماله، وتعالوا بعد ما استوى تعالوا اوريكم استوى بقى جميل ازاي. تعالوا يلا. خلاص كده انا سبته كده اسبوعين، يعني ما بياخدش وقت، يعني 10 ايام اسبوعين، بس انا صراحة سبته اسبوعين. اللي ما تتفرجش على الفيديو بتاع التخليل خشوا اتفرجوا عليه، تحفة 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 وهيعجبكم ان شاء الله. انا لمدة اسبوعين كل يومين اقلب الكيس زي ما انت شايفة كده، علشان كله يبقى زي بعضه، يستوي وكله يبقى يتملح من بعضه كده. خلاص يا حبايب قلبي يلا عشان نفتحه مع بعض. خلاص انا جبت كده جنبي صينية وطبق علشان نطلع عليه. هجيب المقص بتاعنا وهقص كل الاكياس اللي احنا عملناها مع بعض. انا قلت افتح معاكم كده واوريكم جماله. صراحة ما كنتش متخيلة اللي هو يطلع بالجمال ده، انا اول مرة اخلله وفعلا طلع تحفة تحفة تحفة. انا صراحة انا كنتش هاكله مقلي، فبصراحة ما بحبهوش اقليه يعني الكلام ده، عشان أنا اول مرة فعلا اجيبه. فصراحة فكرت ان انا اخلله وفعلا طلع حلو قوي. عايزة بس اوريكم كده اللي هو الاسبوعين خلاص فعلا جميل جميل. هو اصلا نوعه هو نوع السهلية، الجلد بتاعه ناشف. خلاص، عشان اللي تقولك انت عملتيه والجلد بتاعه ناشف، هو اصلا جلده اصلا اساسا اصلا ناشف. فصراحة بعد ما بقصه كده بالمقص كده بيبقى معايا زي الزبدة، وصراحة طعمه خطير خطير خطير. خلاص يا حبيب قلبي، انا عندي بقى جزء بيحبه بزيت وجزء بيحبه من غير زيت زي كده. فانا هعمل طبق كده وطبق كده، يعني هنعمل ايه، هنفتح بطنه زي ما انت شايفة كده بالمقص، وهطلع كده البطن بتاعه عشان ايه اللي ياكل ما يقرفش وكده. خلاص يا حبيب قلبي انا هطلع كده حبة على صينية عشان اعرف اطلع بطنه كده. انا مش هغسله تحت الحنفية، ما فيهوش اي حاجة، هو ما فيهوش يعني حاجة وحشة، هو حلو مش وحش، ومش مستاهل ان انا احطه تحت الحنفية، اصل ده ملوحة. خلاص، شفتوا كمية المية قد ايه فيها. انا اخد كده كمية كده لحد ايه ما اشوف، يعني نشوف يعني كم يعني اللي هياكل معانا. صراحة اختي لما عرفت ان انا فتحت على الملوحة كلهم قالوا لازم افطر معاك، هم اصلا مستنيين الملوحة تستوي علشان هم صراحة بيحبوها. فانا صراحة عمري ما اكل ده كله لوحدي يعني، فانا بعمل اي حاجة صراحة فكله بياكل منها في البيت. الف هنا وشفا ليهم. خلاص انا كده هفتح البطن كده، حتى مش صابرين ان احنا راح اجيب عيش طازة ناكله بطازة، او مش صابرين حتى اعملهم بطحينة. لا هم مستعجلين عايزين ياكلوا باي شكل. فعادي بقى، انت حابة تعملي حبة بطحينة زي ما متعودين تفصصوه ماشي، مش حابين زي ما انتوا زي ما انا عملته كده كلوه. خلاص يا حبايب قلبي، انا خلصت الكمية كده اللي انتوا شايفينه حطاهم كده. انا هعمل بقى ايه، هولع على البوتاجاز طاسة، علشان انا صراحة بحب اوي اعمله بحبة زيت. شايفين جماله، شوفين عامل ازاي احمر من جوه، وزبدة خالص حلو اوي اوي يا جماعة. حبيتي بقى تفصصيه تعمليه بطحينة اعمليه، بس صراحة انا مش مستاهل انا يعني اللي انا اعمله بطحينة، وكده كده اصلا هم مش صابرين يعني انا اعملهم لهم بطحينة. خلاص يا حبايب قلبي، انا جبت كده طاسة على البوتاجاز كده، ولعت عليها على نار وسط، وحطيت فيها حبة زيت، وكمان جبت جنبي كده الملوحة بتاعتي. وخلاص الزيت سخن معايا، يا دوبك كده احط معايا السردين. مش هسيبه كتير على النار، يا دوبك دقيقة كده، دقيقة متكتريش يعني اكتر من كده علشان ما يتهريش منك. خلاص انا هسيبه كده ثواني كده على الجنب ده، وهقلبه كمان ثواني على الجنب التاني. خلاص ما كتريش فيه على يعني على النار علشان ما يتهريش منك، عشان تعرفي تاكليه يعني كده. انت حباه يبقى يعني مهري قوي، سيبيه 5 دقايق على النار. خلاص انا طفيت كده النار كده، خلاص ما كملش دقيقة على النار، وبعد كده احطه في طبق. خلاص حبة تفصصيه زي ما قلت لك تمام، بس فعلا هما فعلا بيحبوه كده، هما بقى يفصصوا بايديهم وياكلوا. حبة بقى الزيت اللي الباقيين دولت انا مش هرميهم، هحطهم عليهم كده برضو، بيحبوا ياكلوا الزيت مع السردين. صراحة جربوا الطريقة دي تحفة. خلاص يا حبيب قلبي انا كده جبت بقى العلبة كمان عشان اطلع حبة كمان في طبق كده، عشان هم فعلا عايزين طبق كده من غير زيت.
هما جزء بيحب بزيت وجزء بيحب من غير زيت. فهنضف برضو زي ما عملت في الاولاني، هنضف البطن بتاعه وهسيبه. هما بقى يفصصوه كده، يحبوه بياكلوه بصراحه، بيحبوه كده. خلاص انا بقى هخلص كده بطنه زي ما انا عملت الاولاني. وبعد كده هجيب بقى ليمون وهعصر نص ليمونه كده على التاني، ونص ليمونه على اللي مفيهوش زيت. خلاص. وبعد كده بقى انا هقطع بقى بصل وطماطم وفلفل وامر عيش، عشان ما فعلا ما جبناش عيش طازه. فخلاص هما بقى حابين ياكلوا العيش كده ياكلوه. هأمر العيش واخلص كده تقطيع البصل والطماطم. خلاص انا كده نضفت كده الرخامه. خلاص جبت كده الليمونه، دي ليمونه كبيره. هعصر نص هنا والنص التاني على الطبق التاني. خلاص انا هقطع بقى البصل والحاجه اللي قلت لكم عليها وارجع لكم. خلاص يا حبايب قلبي، بعد ما خلصت كده قطعت البصل والطماطم وقرن فلفل كده، وكمان امرت العيش. كان عندي عيش ابيض وعندي عيش بلدي. ايه رايكم بقى؟ حبه سردين والله العظيم تحفه تحفه تحفه. ما كنتش متخيله اللي هو يطلع بالجمال ده. ايه رأيكم؟ ده المخلل اللي احنا خليناه مع بعض ونضفنا القش بتاعه، علشان الناس اللي عارفة ان السيلية عليها طبقة قشر قد كده، نضفناها بكل سهولة كده وخليناها ولا عفنت معانا. وبالعكس ريحتها جميلة قوي قوي وتحفة. بس شوفوا الفيديو زي ما انا عاملاه بالظبط، وان شاء الله هتعملوا احسن مني كمان. لو عجبك بقى السردين بتاعي اللي هو الملوحة دي زي ما انتوا شايفينه، بكل حلاوته وجماله ده، لو عجبك بقى ان شاء الله اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. واحلى كومنتي احلى اخوات في الدنيا، واحلى لايك واحلى كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.